أه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي سمعت هذا شي خبر جديد يلاه تلاح في المواقع، يعني في الصحافة الإلكترونية. قالك بأن كاين واحد الزيادة في معاشات المتقاعدين المغرب الترجعي، يعني بنسبة تصل إلى 15%. قالك للفئات محدودة الدخل، وتحسم يعني تفاصيل صرف يعني الفروقات. قالك هنا، قالك زيادة معاشات المتقاعدين في خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة المغربية بتحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية. أعلنت الحكومة رسميا عن تطبيق زيادة جديدة في معاشات التقاعد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من راتب شهر يوليوز. ها يوليوز جاي وغادي نشوفو، راه ما بقى والو، ما بعد غير تازا. قالك مع صرف الفروقات بيئة الرجعي بداية من يناير، من يناير من نفس العام، وتشمل هذه الزيادة فئات متقاعدين من القطاعين العام والخاص، يعني القطاع العام والخاص. قالك بالإضافة إلى المتقاعدين من المؤسسات العسكرية في إطار خطة شاملة لدعم الفئات الهشة ومواكبة غلاء المعيشة. من طبيعة الحال ما كاين غير غلاء المعيشة. تمشي عندك الزار تقول ليه 10 درهم ديشوف بيك، تقول كاع 20 درهم ديشوف بيك. وكاين ناس الأكثرية كاين اللي تيشد يعني 2000 درهم، كاين اللي يقل. نقول لك راه كاين اللي تيشد 1000، يلا 1000 درهم. اش غادي يعيش مع الغلاء هذا؟ غير قولوا لي راه كاين اللي تيفطر بها مع الصباح، اش غادي يعيش اش غادي يعيش؟ قول لي اش غادي يعيش؟ اش غادي يلقى؟ واش تضحكوا على بنادم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال لك نسبة زيادة المعاش المتقاعدين حسب فئة وقيمة المعاش. قال لك أوضحت الجهات المختصة أن الزيادة في المعاشات ستتم بشكل تصاعدي، قالك حسب قيمة المعاش الشهري، وذلك لضمان استفادة أصحاب الدخل المحدود بشكل أكبر. وجاءت النسب كما يلي، يعني نهضروا باش نقولوا بأن المعاشات قالك الأقل من 3000 درهم، يعني أقل من 60 ريال، غادي يستافد من الزيادة ديال 15%. ضربوا لي الحساب شحال بطاطي. قالك المعاشات بين 3000 درهم و 6000 درهم، 3000 درهم فوق، غتجي تكون زياده ديال بنسبه 10%. وهادشي راه قالك محسوب بالاثر الرجعي من شهر واحد. قالك المعاشات التي تفوق يعني 6000 درهم زياده بنسبه 5، يعني تفوق يعني اللي فايده غير 5، يعني 5%. هادشي اللي قالك ودعم إضافي المتقاعدين عبر صرف الفروقات المالية. يعني وأكد الحكومة أن المتقاعدين سيحصلون في شهر يوليوز على دفعة مالية، يعني أكثر المنابر تيقولوا شهر يوليوز مجمعات مثل الفروقات الخاصة بالأشهر السابقة منذ يناير، مما يمنحهم دعما ماليا ملموسا في ظل الضغوط المعيشية التي تعرفها البلاد نتيجة ارتفاع الأسعار المواد الأساسية والخدمات. كل شيء عارفينها. واش كاين شي معنى ان النقابات يعني بشهر 17، بشهر 7 غادي يتجمعوا مع الحكومه لمناقشه هذه القضيه ديال التقاعد والاصلاح التقاعد والمنظومه ديال التقاعد. النقابه تقول كاين قالك الثلاثي الملعون. الثلاثي الملعون وهو شكون هو الثلاثي الملعون؟ وهو الزياده في السن والزياده في القطاعات، ويكون يعني التقاعد هازل، لان قال لك في 2028 حتى المهم حتى 2030 اللي حيا غادي يعني نلقاو الناس باش يخلصوا التقاعد، يلا تيتخلصوا غير هما. ايوا هادشي اللي قالك، وهادشي انا قليلون بعد الجرائد الالكترونيه، والله اعلم. بعد الخطره تيكون هادشي غادي يصدق. انا ما عرفت قريت بعض الصحف على واحد القضيه 500 درهم، راه تقريبا شي 3 سنين وتنفذات. يعني كاين شي اخبار شي تشاش تيكون هذا اللي كاين. هذا ما كاين وهذا كاين. قالك سيدي البرلماني، يعني هذا البرلماني وجه النائب البرلماني منصف الطب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول إمكانية الربح من معاشات المتقاعدين. حتى البرلمان بدا تيناضلو. المهم هذا التصنيف ديال التقاعد يعني عليه البوز، يعني عليه طوندونس.
قال لك: وجاء في نص سؤال كتاب المؤرخ ب9 يوليوز 2025 أن العديد من المتقاعدين يعيشون أوضاعا اجتماعيا صعبا بسبب ضعف معاشاتهم. هذا الشيء ما كذب فيها. مما يجعلهم عاجزين عن مواجهة تكاليف الحياة اليومية. هذا الشيء كلشي عارفينه. الغلاء بطبيعة الحال فائش المتصاعدة اللي تزداد من يوم على يوم. أضاف النائب أن هذه الفئة تجد نفسها غير قادرة على مسايرة متطلب العيش، ها الغلاء، ها المرض، ها ما راه كيفاش غادي يديروا. وهادشي منذ سنوات وما عمرو تحركت الصندوق منذ سنوات. الرسالة اللي كاينة نقولها لكم. قال لك: موجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم، الموضوع سؤال كتابي حول زيادة معاش متقاعدين سلامة بوجود مولانا الإمام. قال لك: وبعد طبق المقتضيات النظام الداخلي مجلس النواب ألتمس من سيادتكم رفع السؤال التالي إلى السيدة وزير الاقتصاد والمالية السيدة المحترمة إلى السيدة الوزيرة المحترمة. تسعى بلادنا في ظل الرؤية الملكية الرشيدة وتعليمات جلالة الملك نصره الله إلى تسجيل الدولة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وتوفير العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنين، إلا أننا تفاجأنا أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين لم تشمل المتقاعدين. نساوهم كاع. علما أن غالبيتهم يعيشون ظروفا اجتماعيا صعبة، هذه ما كدبش فيها، وذلك بسبب هزالة المعاش الذي يتقاضونه. راه حرام عليكم واحد تيجي تقتل من 20 فري ولا 1000 درهم. اش جايره ليه؟ غير قولوا لي اش جايره ليه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. من هذا المنبر نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. حيث تعيش هذه الشريحة الاجتماعية وضعا هاشا داخل أسرها نتيجة عجز الكثير منهم على أداء الواجبات المتعلقة بأسرهم، الأمر الذي يؤدي بهم إلى عدم الاستقرار أمام العجز الذي يعيشونه جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في كل شيء السلامة في كل شيء، وذلك بالرغم من المهام التي كانوا يقومون بها في مجالات مختلفة. لأجل ذلك نسألكم السيدة الوزيرة عن حلول ممكنة من أجل زيادة في المعاش المتقاعدين. راه سولوا القشا وقال لهم دائما نفكروا. لأجل ذلك نسأل. المهم غادي يبان نهار 17 في هذا الشهر غادي يبان شنو فين خرجت الحكومة مع النقابات. لأجل ذلك نسألكم السيدة الوزيرة عن حلول ممكنة من أجل زيادة معاش المتقاعدين، وذلك ضمان العيش الكريم، خاصة ونحن نعيش فترة تنزيل توجيهات جلالة الملك نصره الله في تحقيق الدولة الاجتماعية وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام منصب الطوب عضو فريق الاستقلال الوحدة التعادلية. هادو اللي خصنا نصوتوا عليهم. لا اله الا الله. هادشي اللي كاين ونتمناو الخير ان شاء الله. المهم هنا كان تيقول هنا شهر 7 بعض المنابر، ولكن قالك الميزانية ديال 2025 ما تذكروش فيها ريحة التقاعد، يعني تذكر فيها غير الزيادة ديال أجور الموظفين، وتيقولوا نبرمجوها باش 2026 و 2027. ها وجهكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.